بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي العاملات، مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل المغرب بجهة الدار البيضاء سطات، نخلد اليوم فاتح ماي عيد الطبقة العاملة في ظل وضع وطني وجهوي ودولي بالغ التعقيد، وفي سياق موسوم بانتكاسة الحقوق وتغول الرأسمال واستمرار الحقوق الاجتماعية والقهر المعيشي وغياب أي مبادرة سياسية حقيقية للإنصاف ورد الاعتبار. ونحتفل هذه السنة تحت شعار تعبئة وطنية ضد الإجهاز على الحق الدستوري في الإضراب ومكتسبات التقاعد وضرب القدرة الشرائية والغلاء الممنهج والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني واستمرار التطبيع. وقبل كل شيء لا يفوتنا كمكتب جهوي أو باسم مناضلي ومناضلي الاتحاد أن نتوجه بالتهنئة الحارة للأخ عبد الإله بن كيران على تجديد الثقة فيه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، راجين له التوفيق في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ بلادنا. أيها الحضور الكرام، إن تحديدنا لهذا العيد يأتي والقضية الوطنية تعرف انفراجا كبيرا ومبشرا بحكم السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك باعتراف عدد كبير من الدول بمغربية الصحراء والداعمة للحكم الذاتي بالمنطقة. أما على الصعيد الدولي فإننا إخواننا في غزة والضفة الغربية يتعرضون لإبادة جماعية من تقتيل وتجويع وهدم منازل على رؤوس ساكنيها من طرف الكيان الصهيوني المجرم، وبدعم أمريكي واضح وتواطؤ عالمي. وبهذه المناسبة نعلن استنكارنا وإدانتنا لهذا العمل الإجرامي. أما وطنيا فقد اختارت الحكومة الحالية الاصطفاف إلى جانب لويات المال وتضارب المصالح مقابل الإجهاز على مكتسبات الشغيلة وضرب القدرة الشرائية وتمرير قوانين تكبيلية، وفي مقدمتها مشروع قانون الإضراب بصيغته الحالية الذي نرفضه رفضا قاطعا باعتباره محاولة لتجريم العمل النقابي وتكميم الأفواه الحرة وضرب العمل النقابي الجاد والمسؤول. أيتها العاملات، أيها العمال، تعيش جهة الدار البيضاء سطات تراجعا خطيرا في واقع العمل والحوار الاجتماعي، حيث نرصد بقلق كبير تجميد اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة وتطوير الحوار الاجتماعي واستمرار بعض الجهات في انتهاك الدستور بعدم تسليم الوصولات القانونية للمكاتب النقابية، إلى جانب تفشي الطرد التعسفي وتهميش العمل النقابي. ونخص بالذكر غلق مؤسسة سيتافاكس بسطات وتشريد أكثر من 500 عامل وعاملة دون تدخل جدي من الجهات الوصية، وكذا الوضع المقلق الذي تعيشه مؤسسة سين ماتاكس للنسيج برشيد، حيث تعرض العاملات للهشاشة والمضايقات المستمرة من طرف المشغل. كما نعبر عن تضامننا المطلق مع جميع الفئات المتضررة ومطرودة تعسفيا، ونعتبر أن استمرار هذا المسار المتوحش لا يمكن إلا أن يقود إلى احتقان اجتماعي خطير. وفي قطاع سيارة الإسعاف ونقل الأموات نرفع صوتنا عاليا باسم المهنيين في هذا القطاع الحيوي الذي يواجه تهميش وتضييق بسبب الضرائب المرتفعة والرسوم الجمركية المرهقة وغياب أي تحفيز مالي رغم الطابع الإنساني للمهنة وتعسفات متكررة في المستشفيات العمومية وبعض المصحات الخاصة. كما نؤكد دعمنا لمطالب قطاع سيادة الأجرة المتعلقة بالترخيص السائق المهني الممارس عبر دفتر التحملات الواضح والشفاف، منبهين إلى ضرورة الإفراج على القرار العاملي لولاية جهة الدار البيضاء سطات وتضمينه التنزيل السليم للمذكرات الوزارية الصادرة عن وزير الداخلية. وندعو إلى محاربة النقل الغير مرخص بالتطبيقات الذكية التي تشتغل خارج أي إطار قانوني، مع التشديد على ضرورة فتح باب الحوار مع المعنيين بالقطاع. أما في قطاع النقل الطرقي للبضائع فنطالب بالتنزيل الفوري لمخرجات لإيقاع 26 فبراير 2025 مع السيد والي جهة الدار البيضاء سطات، مع ضرورة مواجهة الفوضى داخل الميناء
وتنظيم علامة ممنوع المرور التي تشكل عائقا كبيرا أمام السائقين المهنيين. أيتها العاملات، أيها العمال، لا يفوتنا أن نثير ما يعيشه قطاع التعليم وطنيا وجهويا من أزمات متلاحقة، ليس آخرها الاعتداءات المتكررة على نساء ورجال التعليم وانتشار المخدرات داخل المؤسسات التعليمية، مما يهدد مستقبل الأجيال القادمة ويعمق الإحباط داخل الأسرة التعليمية. كما نسجل معاناة شغيلة بقطاع الصحة وقطاع الجامعات المحلية التي تواجه التهميش والحرمان من التكوين ومشاكل أجور الترقي وتنصل الحكومة من التزاماتها مع ممثل القطاعين، ونعبر عن تضامننا معهما داعين إلى فتح حوار قطاعي حقيقي يفضي إلى حلول ملموسة. أيتها المناضلات، أيها المناضلون، نجدد العهد على مواصلة النظام النقابي الميداني والمسؤول دفاعا عن الكرامة والحرية وعن وطن يتسع لجميع أبنائه، ونعلن استعدادنا الدائم للانخراط في كل مبادرة بناءة وجادة في إطار الحوار والتعاون المؤسساتي. وفي الختام نتوجه بتحية نضالية صادقة إلى كافة العاملات والعمال بكل فئاتهم في القطاعين العام والخاص على صمودهم وثباتهم. كما نتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه المحطة النضالية من مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل المغرب، ونخص بالشكر السلطات الجهوية والإقليمية والمحلية ورجال الأمن الوطني والوقاية المدنية على تعاونهم المسؤول. ولا يفوتنا أن نشكر رجال الصحافة والإعلام على تغطيتهم ومواكبتهم لهذا الحدث. عاش الاتحاد الوطني للشغل المغرب حرا مناضلا صامدا، وعاش الطبقة المغربية موحدة ومنتفضة ضد كل أشكال الحيف. والسلام عليكم ورحمة الله.